بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والضيق والهم والنكد والقهر اللي احنا عايشين فيه. عاجل ورسميا أعلنت البنوك المصرية عن انخفاض قيمة الجنيه ليصل سعر الدولار في جميع بنوك مصر بما فيهم البنك المركزي عن ارتفاع سعر الدولار بدلا من 30 جنيه و85 قرش لكل دولار. أصبح الآن يعادل الدولار الأمريكي اللي هو بنطبع من غير غطاء، الورقة اللي حيرت الناس وجننت الشعوب. أصبح يعادل الدولار الأمريكي 50 جنيه و30 قرش في جميع البنوك المصرية. كارثة ليس لها مثيل. الله يرحمك يا جنيه، الله يرحمك. حابب أقول حاجة بس للشعب المصري. عندما بدأ تسجيل الجنيه مقابل الدولار في سنة 1889 كان الجنيه المصري يعادل 33 دولار، وكان الجنيه المصري يعادل 7 جرامات ذهب، أي قيمة الجنيه بسعر الذهب تساوي الآن 25,000 جنيه. يترتب على ذلك ارتفاع أسعار السيارات والشقق والعقارات والأسمنت والحديد والزلط والرمل والعربيات والزيت والسكر والشاي والخبز. وكان في واحد بيقول لك الأسعار هترخص وبيسلموا له عليه.